قبل ما يقارب الشهر من الآن، وتحديدا يوم 30 من شهر نوفمبر الماضي، ظهر مدير البنك الوطني الدنماركي خلال مؤتمر صحفي، وأعلن فيه عن إيقاف التعامل بفئة الألف كرون وكل العملات التي تم إصدارها قبل عام 2009 في منتصف عام 2025. هذا القرار غير من سلوكيات الكثير من المستهلكين الدنماركيين. فأحد فروع سوبر ماركت الليدل مثلا، والذي يقع في منطقة هسلة في مدينة أوغوس، يشهد حالة مقلقة وغير مريحة للمتجر، ألا وهي دفع الكثير من المتبضعين ثمن بضاعتهم بالورقة النقدية من فئة الألف كرون. القائمون على المتجر ذكروا أن الكثير من الزبائن باتوا يستعملون الألف كرون لشرائهم أغراضا بسيطة، كانت تكون قطعة خبز لا يتجاوز سعرها 3 كرونات، أو قطعة حلوى ب5 كرونات، وأن هذا التوجه بات يضغط بشكل كبير على المتجر، لأن معظم خزائن الدفع تكون شبه خالية من النقود، وفي كثير من المرات لا يستطيع موظف الخزنة إعادة النقود لخلو الخزينة من أي أوراق نقدية. وذكروا أن في اليوم الواحد يستقبل المتجر العشرات من فئة الألف كرون. ووجه المتجر وغيره من المتاجر مناشدة إلى الحكومة، عبروا من خلالها عن رغبتهم بأن يتم إعفائهم من استقبال هذه الفئة الكبيرة عند شراء الأمور البسيطة، ويجب أن يكون هناك حد معين كي يستطيع الزبون خلالها الدفع بفئة الألف كرون، كان يكون مثلا سعر البضاعة المشترى يتجاوز 200 كرون أو 250 كرون. وأن يجب النظر بأن الأسواق والمتاجر الدنماركية ليست أماكن لتصريف العملة. تتجه الدنمارك إلى أن تكون بلد لا يتعامل بالنقد تماما، وما منع استخدام الألف كرون في التعاملات اليومية إلا بداية لمنع التعامل بالنقد بشكل شبه تام خلال السنوات القريبة القادمة. ونرى كيف أن الكرون الدنماركي في أيامنا هذه بات لا يمكن تصريفه خارج الحدود، وسيتم كذلك فرض الكثير من القيود على النقد خلال الفترات القادمة. للموضوع هذا تبعات كثيرة، أولها أو منها مثلا سيكون هناك تراجع بمداخيل كثير من الأعمال الحرة. أولها ممكن مطاعم الوجبات السريعة التي بات الدفع فيها يتم عن طريق الفيزا كارد والموبايل باي، وانعدام الدفع بالكاش، والذي يعتبر أهم مصدر للربح في هذه المطاعم. وليس هذا فقط، بل أن هناك ستكون مشاكل ببيع المطاعم والأسواق مستقبلا، لأن مفهوم البيع على الورق شيء والبيع بالكاش شيء، المتعامل فيه الآن سيختلف في المستقبل القريب. ولن يتمكن الكثير من أصحاب المطاعم، أصحاب الأسواق، الكثير من المهن الثانية، صالونات الحلاقة، بيع متاجرهم بالسعر الذي اشتروه لشحة النقد. وتمنياتي بالتوفيق للجميع. نلتقي على الخير، حياكم الله.